يا جماعة، ده كشف مصاريف العمارة للشهر ده. المصاريف مقسومة كده: مسح العمارة 50 جنيه لكل شقة، المصعد 30 جنيه، وكهربة السلم 20 جنيه. تمام، يبقى المطلوب مني 100 جنيه. تمام يا جماعة، أنا اللي هلم الفلوس زي كل مرة، بس يا ريت محدش يتأخر عن يوم الجمعة عشان هروح أدفعهم يوم السبت. طيب المسح ده هيبقى كام مرة في الشهر؟ كل أسبوع مرة، يعني 4 مرات في الشهر. كويس، أصل العمارة بقت بتتوسخ بسرعة اليومين دول. مع الأطفال اللي تحت طول اليوم طالعين نازلين. وبرضه حاطين جزء بسيط لصيانة المصعد احتياطي لو حصل أي عطل. تمام، يبقى كل شقة 100 جنيه. تمام، كل واحد يجهز الفلوس ونهى هي المسؤولة عن لمها. يا جماعة محدش يتأخر بقى، عشان كل مرة نقعد نجري ورا بعض. طيب يا عم رجب، مسح العمارة هيبقى امتى؟ بكرة إن شاء الله هيجي عم علي اللي بيمسح العمارة. تمام، يبقى بكرة الصبح. بس في حاجة مهمة، كل دور يطلع شوية مية عشان الراجل يعرف يمسح السلم كويس. أيوة صح، كل شقة تطلع جردل المية وخلاص. ماشي، كل واحد يبقى مسؤول عن الدور بتاعه. يعني الدور الأول يطلع المية بتاعته، والدور التاني نفس الكلام. بالظبط، عشان الراجل ما يقعدش يطلع وينزل بالمية. طيب أنا هكتب كده عشان محدش ينسى. وبكرة الصبح قبل ما الراجل يجي كل دور يبقى يطلع جردل فيه مية. تمام، يبقى نطلع المية بدري شوية. أنا بصراحة مش هدفع مصاريف الأسانسير. وده ليه بقى يعني؟ أنا ساكن في الدور الأول ومش بستخدمه أصلا. بس الأسانسير تبع العمارة كلها يا أستاذ أحمد. أيوة، والمصاريف متقسمة على كل الشقق زي ما اتفقنا. أنا مش هدفع حاجة للأسانسير، أنا ما بستخدمهوش، أدفع ليه؟ يا أستاذ أحمد، حتى لو مش بتستخدمه ده جزء من العمارة. مش شغلي، اللي بيستخدمه هو اللي يدفع. بس لو كل واحد قال كده يبقى الأسانسير مش هيشتغل أصلا، يبقى احنا كده ما عملناش حاجة يا أستاذ أحمد. ده نظام العمارة من زمان، الكل بيدفع. أنا عن نفسي مش هدفع. طيب خلاص، خلينا نشوف حل للموضوع ده. أنا بقولها بصراحة، أنا مش هدفع مصاريف الأسانسير ولا كهربة السلم ولا حتى مسح السلم. ليه يا أستاذ أبو المعاطي؟ أنا دفعت لما الأسانسير اتركب من الأول، خلاص كده. بس دي مصاريف صيانة وكهرباء، ملهاش علاقة بالتركيب خالص. وأصلا كل العمارة بتدفعها كل شهر. وأنا بقول لكم مش هدفع حاجة تاني. طب والكهرباء ونظافة السلم مالهم دول كمان؟ فيها إيه يعني؟ كل واحد ينظف قدام باب شقته وكل واحد ينور قدام بابه وخلاص. يا سلام، إيه الكلام ده؟ هو ده كلام برضو؟ أيوه، هو ده اللي عندي. طيب لو هنفضل كده بقى يبقى الأسانسير بالمفتاح، اللي يدفع بس هو اللي هيستخدمه. أيوه، ده حل عادل. براحتكم. كده تمام يا حاج، الكالون اتركب. اهو الكالون اتركب خلاص، وكل شقة هتاخد مفتاح. كويس كده، يبقى النظام واضح. يبقى كل اللي دفع ياخد المفتاح. عشان اللي ما دفعش ما يستخدموش. أنا معاي المفاتيح أهو، كل واحد دفع
ياخد مفتاح شقته. اصل في ناس كانت بتطلع في الاسانسير كراتين ميه معدنيه واكياس تقيله كمان، والموضوع كان بيضغط عليه جدا. خلاص من النهاردة الأسانسير بالمفتاح. ايه ده؟ هو المفتاح مش بيدخل ليه؟ ايه اللي حصل؟ هاتي كده جرب. لا لا لا، الكالون مش راضي يفتح خالص. ازاي يعني؟ ده كان شغال امبارح. في ايه؟ واقفين قدام الاسانسير ليه؟ المفتاح مش راضي يفتح. استنوا كده. لا، الكالون ده شكله بايظ. ازاي بايظ؟ ده لسه راكب امبارح. يعني باظ في يوم واحد؟ اكيد في حاجة حصلت بالليل. غريبة جدا. انا طلعت امبارح بالليل حوالي الساعة 11 وكان شغال عادي. ايوه، يعني ايه اللي حصل من بالليل للصبح؟ واضح ان حد لعب فيه. اكيد حد بوظه، يمكن حد حاول يدخل مفتاح غلط فيه. طب مين؟ اكيد اللي اتضرر من المفتاح. تقصدي اللي كان بيطلع كراتين المياه المعدنية؟ ايوه، هو مين غيره كان متضايق؟ دلوقتي بقى بيشيلهم على قلبه. صباح الخير يا استاذ ابو المعاطي. لا، كده لازم نركب كاميرا. فكرة كويسة. ايوه، عشان نعرف مين اللي عمل كده. بس الكاميرا ليها مصاريف. واضح ان في حد قاصد يبوظه. يا سلام، يعني هنرجع لموضوع المصاريف تاني ونلم فلوس تاني؟ يبقى محدش هيوافق. خلاص، يبقى الأسانسير يفضل واقف. هو الاسانسير هيفضل بايظ كتير كده؟ لحد ما نلم مصاريفه. الاسانسير بقى حتة حديدة، الفلوس اللي دفعناها راحت على الارض. يعني عندنا أسانسير زي قلته؟ راحت فلوسك يا صابر. طب ما نعمله دولاب خزين احسن، اهو حتى نستفيد منه. او مخزن جزم للعمار. جزمة كبيرة يعني؟ واحد مش عايز يدفع يعمل فينا كده؟ ايه يا جماعة، انتوا ليه طالعين على السلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.